نرجع لسلسلة حلقات أفضل 5 أفلام مصرية لكل سنة من سنين الألفية الجديدة، والنهاردة هنستعرض مع بعض أفضل 5 أفلام مصرية سنة 2016 من وجهة نظري. ما تنسوش الاشتراك عشان يوصلكم الحلقات الجديدة، ويلا بينا نبدأ. الفيلم رقم 5 فيلم البر التاني. الفيلم دلوقتي بيبان كوثيقة عن الإحساس العام بالاختناق، وعن ليه شباب كتير شايفة إن مفيش حل غير في الهروب. الفيلم إخراج علي إدريس وتأليف زينب عزيز، وبيحكي رحلة 3 شباب، سعيد وعماد ومجدي، كل واحد فيهم جايله إحباط من زاوية مختلفة، لكن السبب واحد: واقع اقتصادي خانق، والزراعة واقفة، والشغل غير ثابت، والبطالة منتشرة في كل حتة، والهجرة هنا مش بس طمع ولا كسل، لكنها محاولة نجاة. زينب عزيز بترسم صورة سوداوية للحياة، لكنها مش خالية من الدفء الإنساني المعتاد عند المصريين. لما وهزار وعلاقات أسرية بتخفف الوجع من غير ما تقضي عليه، وده اللي بيخلي قرار الهجرة صعب لكنه مفهوم. رغم اتهام الفيلم بمجاملة الدولة، خاصة مع غياب السياسة المباشرة وحضور وزيرة الهجرة العرض الأول، إلا إن جوهره نقد اجتماعي واضح. المشكلة مش في الشباب، المشكلة في واقع بيقفل كل الأبواب في وشهم. إخراجيا الفيلم متأثر بالسينما الواقعية، ويستخدم مواقع تصوير حقيقية ومشاهد البحر متصورة بمستوى تقني عالي، لكن في المقابل بناء الشخصيات مش دايما كان متماسك، وده بيقلل التعاطف في بعض اللحظات. في الآخر فيلم البر التاني مش فيلم كامل لكنه صادق، فيلم عن حلم أوروبا وعن الهروب كحل أخير لما الحياة تبقى أضيق من إنك تعيش فيها. الفيلم الرابع فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن للمخرج يسري نصر الله. مش مجرد حكاية حب ولا قصة عيلة في قرية مصرية، ده فيلم عن الإنسان وهو واقف في النص بين زمنين: زمن الأصالة وزمن التغيير، بين القلب والعقل، وبين اللي هو عليه واللي نفسه يبقى عليه. في قلب الحكاية يحيى الطباخ، راجل بسيط وصاحب لوكاندا قديمة في مدينة بلقاس. شغله هو وولاده رفعت وجلال تجهيز الأكل للأفراح، والأكل هنا مش أكله بس، ده لغة وتقاليد ولمة وعلاقة حقيقية بالناس والأرض. القصة بتبدأ من أجواء الفرح الريفي، المكان اللي الناس بتتجمع فيه وتبان على حقيقتها. رفعت خاطب كريمة، لكنه خطوبة تقليدية مش عن حب، انما قلبه مع شادية اللي راجع من دبي بتجربة مختلفة. حبهم موجود، بس الفرق الطبقي والخبرة والخوف من الواجهة عامل حواجز كبيرة بينهم. ده مش اختلاف مستوى بس، ده اختلاف نظرة للحياة. في نفس الوقت كريمة نفسها مش ساكتة، بتحاول تعترف بحبها الجلال وسط زحمة الفرح، واعتراف صعب لكنه صادق. وعلى الهامش في صراع أكبر: رجل أعمال عايز يشتري لوكاندا العيلة ويهدمها عشان مشروع. صراع واضح بين القيمة الإنسانية ومنطق السوق، الماضي اللي ليه روح وحاضر بيدوس على كل حاجة قديمة. اسم الفيلم نفسه مفتاحه: الماء والخضرة والوجه الحسن، رموز للحياة والبساطة والنقاء. فيلم بيحكي عن ان الانسان وسط كل التعقيد ده لسه عنده فرصة يحب ويختار ويعيش من غير ما يفقد روحه. الفرح الريفي هنا مش مناسبة وخلاص، ده مساحة بتطلع فيها المشاعر المدفونة وتبان التناقضات واحيانا الحقيقة. يسري نصر الله بيستخدم السينما كأداة فهم مش حكم، لا بيدين شخصياته ولا بيبرر ليهم، لكنه بيسيبك تتأملهم وتشوف نفسك جواهم. في الاخر الفيلم بيقول لنا ان وسط الضغط والتقاليد والمصالح، الانسان لسه بيقدر يتمسك بحقه في الحياة، في الحب، وفي الماء والخضرة والوجه الحسن. الفيلم الثالث فيلم هيبتا المحاضرة الأخيرة. الدكتور شكري مختار اللي لعب دوره ببراعة الفنان مجدي الكدواني بيعلن إنه هيقدم آخر محاضرة ليه، آخر درس، آخر فرصة يشرح فيها سر من أسرار الحياة وهو الحب. ومن خلال المحاضرة دي بياخدنا في رحلة 7 مراحل بيمر بيهم أي اتنين بيحبوا بعض: البداية والجنون، الحلم، الوعد، الحقيقة، المقاومة، ولحد ما نوصل لمرحلة الهيبتا، مرحلة الحياة الحلوة. الفيلم مبني على رواية محمد صادق اللي عملت ضجة وقتها، يمكن عشان كده ناس كتير دخلت الفيلم وهي عندها خلفية عن كونه بيضم 4 قصص حب مختلفة. لكن هادي الباجوري كمخرج نقل الرواية للسينما بشكل ناضج وسلس، وقدمها بحس بصري جميل يخليك عايش جوه كل قصة من غير ما تزهق أو تروح منك الخيول. هيبتا بيقدم الحب كأنه درس كبير، لكن مش درس نظري، درس عملي تحصل فيه خناقات ودموع وضحك وتخلي ورجوع. الحب هنا مش قصة رومانسية والسلام، الحب هنا مكاشفة. لما تسأل نفسك هو الحب لذة ولا شقاء، تلاقي الفيلم بيجاوبك بوضوح: الاتنين. اللذة جاية من الشقاء، والشقاء عمره ما بيجي غير من قيمة حاجة غالية عليك. أجمل حاجة عملها السيناريو إن خلى قصص تتقاطع وتتكامل، وفي الآخر بتكتشف إن كل خط من خطوط الحكاية بيرجع لشخص واحد بس، وهو شخصية الدكتور شكري نفسه. كل ده كان جزء من حياته اللي بيقرر يشاركها في آخر محاضرة ليه. التصوير والكادرات كانت ناعمة وهادية وبتخدم حالة الفيلم رومانسية، والمونتاج كان هو المايسترو الحقيقي في الحفاظ على إيقاع الحكايات مع بعض. فيلم هيبتا هو رحلة كل واحد فينا، وإجابة على سؤال: بنحب ليه وبنكمل إزاي؟ قبل ما نكمل، لو حبيتوا الحلقة دوسوا اشتراك وفعلوا الجرس، دعمكم بيخلينا نعمل حلقات أكتر وأقوى.
الفيلم رقم 2 معانا فيلم اشتباك للمخرج محمد دياب. هو مش مجرد فيلم سياسي عن لحظة ما بعد 30 يونيو، هو فيلم عن الإنسان وهو محبوس جوه ظرف ضيق وجوه بلد أضيق، عن الحقيقة اللي بتبان لما الأبواب بتتقفل والهوا بيقل ومفيش مهرب غير إن كل واحد يواجه نفسه قبل ما يواجه غيره. تقريبا كل الفيلم متصور جوه عربية ترحيلات، مساحة خانقة، أجساد متكدسة وعيون شايفة نص المشهد. العربية هنا مش مكانه بس، دي تجربة ضغط بتطلع كل اللي جوه الناس، خوفهم وغضبهم، قناعاتهم، جهلهم وانتماءاتهم اللي بتتصادم اول ما المساحه تضيق. محمد دياب كان ذكي انه محاولش الفيلم لبيان سياسي ولا خطاب مباشر، السياسه موجوده بس كخلفيه بتزود التوتر مش كجوهر. الجوهر هنا هو البشر وامتحانهم الحقيقي. من اول لقطه قبل ما حد يدخل الكاميرا بتحبسنا جوه العربيه الفاضيه، حديد وابواب مقفوله وشمس داخله من فتحات ضيقه، وبعدها يبداوا يدخلوا واحد ورا التاني، اتجاهات وطيارات مختلفه ضد صحفيين وناس اتلمت بالصدفه واختلاف كامل، لكن باب واحد اتقفل عليهم كلهم. مع كل شخصيه جديده الخنقه بتزيد، مع تحرك العربيه وسط شوارع مولعه بره واشتباكات وغاز وضرب. اللي جوه بيبقى صوره مصغره للي بره، ناس محبوسه جوه صندوق جوه بلد محبوسه جوه ازمه اكبر. قوه الفيلم انه ما قسمش شخصياته لملاك وشيطان، كل عنده لحظه ضعف ولحظه شجاعه ولحظه انانيه. الحياه هنا مش بس ابيض واسود، لما العربيه تبقى نسخه من البلد يبقى طبيعي نشوف البشر بتعقيداتهم مش بشعاراتهم. بصريا الكاميرا كانت خانقه جدا، لقطات قريبه وزوايا مضطربه واضاءات طبيعيه قاسيه وساعات ظلام كامل يخليك تحس ان النفس نفسه بيخلص. احساس الخوف والخنقه متصور في كل تفصيله. الاخر فيلم اشتباك عن بلد واقفه في النص وعن ناس فاكره انها مختلفه، لكنها محشوره في نفس العربيه، بتتنفس نفس الهواء وبتشرب من نفس الميه. الفيلم رقم 1 وأفضل فيلم في رأيي سنة 2016 فيلم آخر أيام المدينة، إخراج المخرج تامر السعيد، واحد من أهم الأفلام المصرية اللي قدرت توثق لحظة انهيار كاملة، مش حكاية قد ما هو إحساس. الفيلم مش بيحكي قصة قد ما بيوثق شعور عام بالضياع، وبيشوف القاهرة كأنها كائن بيحتضر والناس اللي عايشة جواها جزء من الاحتضار ده. الأحداث بتحصل سنة 2009 في قلب القاهرة، مع خالد مخرج شاب بيحاول يعمل فيلم عن المدينة، وهو نفسه حياته بتقع واحدة واحدة. أمه في المستشفى بين الحياة والموت، حبيبته نفسها تسيب البلد وتمشي، وصاحب الشقة عايزه يسيب المكان، والقاهرة المدينة حواليه بتتفكك. القاهرة في الفيلم مش خلفية، لكن هي البطل الحقيقي. الكاميرا بتلف في وسط البلد، المكان اللي كان رمز للجمال والحداثة وبقى زحمة وإهمال وعمارات مستنية الهدم. الراديو شغال على أخبار مبارك، والمآذن أصواتها متداخلة، والهدم شغال والناس وشوشها تعبانة. كل لقطة بتحس إنها بتشهد على نهاية شيء ما. خالد نفسه شبه المدينة، ساكت مكسور تايه مش عارف يتواصل، حتى دورانه على شقة جديدة بيبقى رحلة عبثية، زي بحثه عن معنى في قلب مدينة فقدته. السرد متقطع لقطات ولحظات وذكريات، مفيش حكاية تقليدية، وده مقصود. الشكل هنا شبه الواقع، مفكك ومرهق ومش بيقدم إجابات. من أقوى مشاهد الفيلم قعدة خالد مع أصحابه، هو المصري في القاهرة وصديقه العراقي من بغداد ومصور لبناني جاي من بيروت. 3 مدن عربية، 3 مصاير وإحساس واحد. المدن بقت عبء، بيروت تعبانة وبغداد مولعة والقاهرة واقفة على حافة الانهيار. حب قاسي للمدينة من غير أمان ومن غير هروب. آخر أيام المدينة مش فيلم عن الثورة، كأنه عن اللحظة اللي قبلها، لحظة الغليان الصامت، إحساس باللا جدوى وإن حاجة لازم تحصل. في الآخر الفيلم بيبان كأنه وثيقة لآخر عصر، مش بس آخر أيام القاهرة، لكن آخر أيام جيل بيحاول يتمسك بالمعنى في عالم بينهار من حواليه. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي فاتت من السلسلة، واستنوا في الحلقة الجاية عشان نستعرض مع بعض أفضل أفلام سنة 2017. قولوا لي في الكومنتات ترتيبكم الشخصي الأفضل للأفلام. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واستنونا في الحلقة الجاية. سلام.